اعزائي السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ بخير؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الجديد اليوم هو واحد اليوم سبيسيال، واحد اليوم مميز، واحد اليوم لا يبقى تاريخي عندي انا بعدا. نبداو. اليوم انتهت فعاليات الشان المنظم بالدوله الهكانيه، النهائي اللي جمع ما بين الجزائر والسنغال، واللي كانت واحد المباراه ممله، ولكن في ضربات الجزاء استطاع الفريق السنغالي أن يمسح الأرض بالمنتخب الجزائري لكرة القدم للمحليين، وفوز المنتخب السنغالي بكأس الشان. والله العظيم إخواني، وتشوفوا ضربات الجزاء كيفاش دازت، يعني شي حاجة اللي هي خيالية. الفريق السنغالي كيضرب ضربة الجزاء ما كاين الفوق البوطو الفوقاني، حيت الحارس الجزائري ما عندوش مع الفوق، عندها مع التحت، وركوا عليه بالشوت. واخا كانت ما بعض الخنشاله في شحال من حاجه، يعني في السجود سجدة الشكر هذيك داروها المغاربه الفريق الوطني، ولكن ماشي مشكل. عملي جات في سجدة الشكر ماشي مشكل. كاين واحد الخنشاله اخرى، داك اللاعب اللي سميتو محيوس ولا ما عرفت ديال الفريق الجزائري، بغى ديك اللعبه ديال بيلينغا. عرفتي ديك اللعبه ديال بيلينغا اللي دار حكيمي في كاس العالم؟ بغى يدير بحالو زعما، ولكن تهز حتى للفوق وتحط وشاد ديك وعطاها للحارس في يدو. الحارس كاع ما تحرك ديال السنغال. على اي حال، مبروك للمنتخب السنغالي على هذا الفوز المستحق والفوز التاريخي. قلتها لكم، لا يفلح الساحر من حيث اتى. الدوله الهكانيه. الخبر الثاني اللي فرح قلوبنا وفرح قلوب المغاربه وقلوب العرب والمسلمين والمصريين، مهم العرب والمسلمين عامه، فوز فريق الاهلي المصري على سياتل الامريكي بهدف تاريخي للاعبي اشفهم والله اشفهم. مبروك عليكم، مبروك الاهلي المصري، مبروك للمصريين. اليوم الاحتفالات في مصر غتكون على اعلى مستوى، اليوم كلشي غيحتفل، لا زمالك لا اهلاويين بجوج. يعني هذا الفوز مستحق اللي غادي يكون تاريخي ان شاء الله، حيت في مباراة نصف النهائي للموندياليتو سيكون بين فريق الاهلي المصري العالمي وريال مدريد الاسطوري. انا متاكد بان هذه المباراة غتكون اسطوريه وعالميه. في الاخير ما تنساوش الاشتراك وضغط الجرس ولايك وكومنتير وبارطاج. الى اللقاء.